انطونا رأيكم. ترى نضعف من هذا عريض علي. يلا هجمي. وبعد ما افترينا وتعشينا هسه راح نحلي ونرجع للبيت وأراويكم شنو الأغراض اللي أخذتها. وأخيرا رجعت للبيت وراح أراويكم شنو اشتريت. حاليا الساعة 10، بس خلينا نصور شنو اشترينا. بنات هذه الفرشة هذا شكلها. بنات هسه بالبداية نبلش شنو اشترينا. طبعا تكرمون اشتريت أحذية لأن محتاجتهم، فراح أراويكم. هنا عندنا هذا بنات هيجي حذاء. حبيت اخذ هيجي حذاء لانه مرات تحتارين انه انت ما تريدين تلبسين لا كعب ولا رياضي، فهذا كلش حلو ويفيد. ولون اسود. هسه نجي للثاني. شوفوا هنا هذا يجنن. كلش حبيته. بدي هنا الرياضي. بنات ورياضي بس عالي، يعني بيه كعب داخلي. واشتريت بعد همينة واحد هم كعب. هذا أحب ألبسه ويا القوط أو اللبس اللي يكون رسمي، يعني همينة لازم موجود. خلينا نكمل بعد. بنات هسه اجينا للمكياج. شو هي كم قطعة سعرهم بس 40,000. خليني أراويكم. أول شي اشتريت غسول. هذا الغسول الحلو بيه إنه هو للأطفال وللكبار، فإنه ما يسبب حساسية للجسم. عندي هذا جوز الهند أخذته على مود شعري. وعندي هذه، فهذه أحمر شفة أو روج، هاي نوعية. وهنا اشتريت نيفة. وهذا الغسول اللي عليه ضجة مو طبيعية إنه يوخر الحبوب. ومسكارة. وعندي هذه الفرشة أريدها للجل لاينر. وهذه القراصة الكيوت. بنات اشتريت عطر من وكالة بس حبيت أجربه. طبعا هذا العطر الوكالة يعني هم ينوعوا لك العطور. أنا صديقتي من عنده. بنات هذه بيج دزالي هذه الهدية. خلينا نشوف. أول شي كوب. شوف الجمال كلش حلو. هذا لوني المفضل السمائي. واو، مجموعة أرواج كلش حلوة. عندنا سبلاش. وش كثر انتي جميلة. كلش شكرا. راح احط لكم البيج بأول تعليق اذا حابين تطلبون من عندها. وأصباغ أظافر لون
سمائي أو أزرق، هذه لامع وهذا العادي أو المات. وآخر شي عندنا لن تجدي رجلا كأبيك. حبيت العنوان مال الكتاب، حلو كلش حلو مبين. بنات آخر شي أخذت هذه، اللي هي فازة للورد. لما يعني أشتري ورد طبيعي أحطهم بهاي الفازة، شكلها كلش حلو واخترتها حجم وسط. وناس هذا اللي آخر شي وليس الفازة. المهم أخذت لاب كوت للدوام، لازم نجدد كل فترة لاب كوت لأن تعرفون أبيض ويتدمر بسرعة. هنا بنات سويت لكم سناك كلش صحي أو للي مسوين دايت وما يردون يتعشون، فهذه مليانة فيتامينات وكل شي. المهم هذا الشوفان أخذته ب2,500 بس. الطريقة كلش سهلة، تقدرون تضيفون المقدار اللي انتم ترزوه، وطبعا لا تحطون هواي لأن هو بسرعة ينفش ويصير كلش هواي كميته، فحطوا الشي اللي يناسبكم واللي يشبعكم. بعد ما خليت الشوفان أخلي حليب، وراها خليته على النار وخليت له قرفة شوية وشوية شكر. إذا تردونها صحي أكثر حطوا عسل طبيعي أو شكر مال دايت، تمام، سكر شكر أوكي. هنا أنا راح أخلطهم وأحطهم يعني على النار، وأحط القرفة تنطي، فالطعم كلش طيب، أو كاكاو حطوه يعني كلش طيب يصير. بنات هنا أنا بعد ما استوى راح أضيف الحب الشوكولاتة اللي أنا أحبها، وانتم تقدرون تنوعون بالفاكهة اللي تحبوها. أنا حطيت موز، حطيت زبدة الفول، وحطيت شوية لوز، وحطيت شوية كاكاو، وهيك صار عندنا جاهز. تقدرون تحطون فراولة والفواكه اللي انتم تحبوها. أنصح البنات اللي مدمنات على النساتر والحلويات يستخدمون هذه الطريقة، لأن مغذية وفيتامينات وأشياء كلها صحية، ما عدا قطعة الشوكولا واحدة صغيرونة ما تأثر. وبس إن شاء الله استمتعتوا بالفيديو، ولا تنسون لايك واشتراك، وباي باي.